السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة الجمعة وجمعة مباركة عليكم كلكم يا رب. كل واحدة تقوم تتنشط. انا جبت فراولة امبارح وما عملتهاش، حسيت انها هتدبل، طلعتها من التلاجة غسلتها حلو، بس طبعا لسه هنضفها واغسلها. عايزين السنة دي يعتبر انا ما شلتش حاجة خالص، فطبعا انا عايزة اخد شوفوني بعد عملية التكميم. ممكن اكون مش باينة عشان انا قاعدة، بس انا الحمد لله نزلت يعني مسافة كبيرة عن الاول بكتير الحمد لله. وعايزه اقول لكم العمليه في اولها صعب، وبعد كده ربنا بيكرم وبتبقي زي الفل مع الوقت ومع الصبر. ربنا سبحانه وتعالى بيعوض خير. طبعا انا بنضفها كده، وغير كده كمان هغسلها اي حاجه كده هشيلها. وبعد كده باذن الله بجيب بنجر بعمله معاها في اكياس، ببقى عاملاه لوحده اساسا. لما اجي اضربها بحب اضربها ببنجر ولبن، بتبقى جميله ومغذيه. ليه؟ لان انا كمان ما باكلش. انتوا عارفين ان انا طبعا سليم قاعد جنبي، مش عايزه اقول لكم متسلطن، بيلعب في التليفون بيتفرج على بكار. فيا جماعه بجد والله العظيم انا نفسي القناه، ما كل ما اقول لكم تطنشوني، نفسي القناه تكبر بينا مع بعض يعني. هي بجد جدا. وعايزه اقول لكم واخد رايكم في حاجه. انا جبت بوتاجاز بلت ان بلت ان وجبت الفرن بتاعه في منتهى الجمال وشكله جميل جدا. يعني هصوره لكم دلوقتي في الفيديو وهوريه لكم. وهو هيكلفني تركيب كتير، هو غالي سعره يعني غالي. يعني جايبه القطعه بس اللي من فوق اللي هي الخمس عيون فريش عامله 7200. واللهم صل على النبي الفرن 60 منه عامل 8 ونص. فطبعا هو سعره غالي. فانا وان شغلنا مش حكايه بقى كل واحد وعادته وكل واحد انا حاسه ان لاقيه نفسي فيه بعد ما جبت ده وخلاص. طبعا الفراوله بصوا كانت يعني سايباها من امبارح بس بالليل كانت هتبوظ. طبعا بنقي منها الكويس بشيله. والله العظيم كانت ورد. بس انا جيت من بره بقى كنت بجيب البوتاجاز، وبعد ما جبت انا جبته والله العظيم اشتريته. وهصوره لكم دلوقتي في الفيديو وانا جايباه. خليكم معايا لنهايه الفيديو تتفرجوا وانا جايباه. ومش طبعا الفراوله اهي بصوا كلها انا عصرتها قطعتها كلها نضفتها. طبعا الفراوله اهي خلاص انا نضفتها كلها، عبيتها في الاكياس اهي واشيلها في الفريزر. اللي انا بشيلها كده بصراحه ببقى منضفه الكيس وحاطاه كده. بصوا تطلع بقى الواحده بوحدتها مفيهاش اي حاجه. كلها اهي ال10 كيلو عملوا 14 كيس، واشيلهم في الفريزر. وكل ما اكون تحت هجيب حبه فراوله اي حاجه واصورها واوريها لكم.